اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا جماعه هنعمل طاجن فراخ بالبطاطس. معايا حوالي بصلتين كبار هقطعهم شرايح، وهنزل عليهم بفلفل اسود وملح ونص مكعب ماجي. هدعكم دعكه كويسه جدا وهسيبهم على جنب. هيكونوا بس نزلوا الميه بتاعتهم والبصله دبلت شويه. معايا حوالي نص كيلو بطاطس هقطعه زي ما انتم شايفين كده حلقات تخينه، مش رفيعه، حلقات تخينه. ومعايا هنا حوالي 3 طماطمات هقطعهم برضو كده، وهمسكهم ادعكهم مع البصله كويس جدا، ادعكهم كويس جدا. وبعد كده هقسمهم نصين، نص احطه من تحت ونص احطه من فوق. انا كده قسمت. الكاميرا وقعت مني. هنزل بقى بالبطاطس بتاعتنا، هرصها، احاول على قد ما اقدر ارصها، احاول يعني على قد ما اقدر ما ارصهاش فوق بعضها. وهنزل ببقيه البصل والقوطه. معايا كام فص توم هقطعهم شرايح. فص التوم دوت اللي احنا حطيناه هيدي ريحه ونكهه للبطاطس حكايه، بجد حكايه. معايا قرنين فلفل حراقين باردين، دي حاجه ترجع لك انت. هقطعهم برضو حلقات واحطهم، وهركن صينيه البطاطس على جنب. معايا هنا كيس صلصه، او معايا معلقه صلصه كبيره، معلقه سمنه، معلقتين زيت، واحده ماجي، فلفل اسود وملح. يا سلام لو عملتوا الصينيه دي وركنتوها من الصبح وعملتوها بالليل، يا سلام. مش قادره اوصف لكم طعم الفراخ مع البطاطس هتبقى عامله ازاي. هنزل بالفراخ بقى كلها هنا، هقلبها وهرصها على وش الطاجن من فوق. ارصها على وش الطاجن من فوق. وبعد ما هرصها على وش الطاجن من فوق هحطها على اعلى حاجه في الفرن. هتقعد بالظبط ساعه ونص. اول ساعه بالورق الفويل هسيبها، وبعد ما تعدي الساعه هشيل الورق الفويل وهخلي النص ساعه الباقيه من غير ورق فويل. انا مش هولع شوايه، هو الفرن بس كفايه، على اعلى حاجه في الفرن. هنا اهو حطيتها على اعلى حاجه. هنا كانت بعد ما عدت ساعه. شلت الورق الفويل. بصوا الجمال، بصوا بجد البطاطس دايبه دايبه دوب، مع شويه رز ابيض حكايه. ولا الفراخ تحفه، والله والله تحفه. انا نفسي تجربوها وقولوا لي رايكم فيها ايه. وشكرا على دعمكم ليا، واتمنى دايما ربنا يدومكم في حياتي يا رب كده. لايك وشير وسبسكرايب.